السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس رامي محمد بخصوص زراعة التين الشوكي في مصر. نتكلم النهاردة، هل أنا ممكن أستغل أي مساحة من أرضي؟ ممكن تستغل أي مساحة من أرضك. أزرع تين شوكي؟ تزرع تين شوكي، مفيش أي مشكلة خالص. زي ما أنت شايف كده، استغل أي مساحة. النخل لا يعوق التين الشوكي نهائي. ده وضعه بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة خالص. أنا بصور لك على الطبيعة يعني عشان تبقى شايف كل حاجة. تمام، هو بيستغل أي مساحة زي ما أنت شايف الخط ده كله. العمر 6 شهور. هو بيستغل اي مساحه في ارضه زي ما انت شايف كده. فانا بقول لاي حد عايز يشتغل في التين الشوكي يستغل اي مساحه، استغل ارضك. عندك شجره بتتاخر في الانتاج، ازرع التين الشوكي منتج بدري بالوضع ده كده، بحيث انها تنقلك نقله كويسه وتساعدك وتمشي امورك. ده العميل اللي بيفكر صح، ان انا استغل اي مساحه. دي نخله مثلا هتطرح بعد 5 سنين، دي شجره هتطرح بعد فتره قريبه جدا. شجره التين الشوكي زي ما انت شايف كده، حجمه 6 شهور، يعني مسافه مش طويله. قلت اوريك كل حاجه على الطبيعه، تبقى شايف كل حاجه على الطبيعه. هو بيستغل الجزء اللي بين النخلتين. يعني مزرعه، تقول لي مزرعه زي، هقول لك نظام رجل غراب كده، واصلك زي ما انت شايف كده، شروبيل كده. مفيش اي عائق ولا اي مشكله خالص. شجره تنتج ولا فارق معاها حاجه، الشمس بتجيلها، النخله مرفوعه، شغل محترم جدا. مزرعه متنظمه تنظيم كويس جدا. طوالي كده يا جماعه، الشغل كده شروبيل بالوضع ده. يا رب تستفيدوا من اللي انا بقدمه، وان شاء الله تلاقوا كل ما هو جديد عن التين الشوكي. بأثر عليكم الفيديوهات بحيث ان انتوا تستفيدوا اقرب وقت من التين الشوكي، يعني في الفيديو يكون معاكم مش كبير، بحيث ان انت ما تملش منه. بلخصه لك في دقيقتين 3 دقايق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.